السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. تعالى اقول لكم ازاي لونت البيت بالالوان الطبيعية والطريقة الصحية اللي اشتغلت بيها لتلوين البيت ده. اول حاجة جبت حزمة من البقدونس، لاني ما لقيتش سبانخ. طبعا هو السبانخ هيكون لونها اقوى. وطبعا بعد ما غسلتها قطعتها كده نصين تلاتة، يعني 3 انصاص، وحطيتها في الحلة اللي هسلقها فيها. بعد كده جبت بنجرايه وكمان قطعتها ودخلتها في الحله اللي هسلقها فيها. بعد كده شطفت قشر البصل وحطيت عليه الميه علشان هغليهم مع بعض، وغسلت برضو الكركديه وحطيت عليه ميه. اما هنا فحطيت الكركم، وحطيت هنا الناحيه التانية الشاي. حطيت بقى ميه كتير بقى على كل الحاجات بتاعتي دي، ودخلتها على البوتاجاز كده زي ما انتم شايفين، وولعت عليها النار. طبعا الاتنين اللي في النص دول لسه مستنيين دورهم، لان 4 عيون بس عندي اللي شغالين. وبعد ما بيغلي كده بسيبه بقى لحد ما يبرد خالص. البقدونس لقيت لونه مش قد كده، حطيت عليه حلبة وغليته تاني مع الحلبة علشان يديني لون اقوى يعني. اما دول فانا بعد ما الميه بردت خالص حطيتهم في الحلل كده من غير اي نار ومن غير اي حاجه، وسبتهم من بالليل لحد تاني يوم الصبح. بعد كده حطيت عليهم الخل والملح. كل الحلل دي حطيت فيها الخل والملح علشان الخل والملح بيثبتوا اللون. بعد كده سلقت البيض بطريقتي اللي بسلق بيها البيض، اللي هو اولع عليه النار، واول ما الميه تغلي اطفي واسيبه 10 دقايق متغطي عليه كده جوه الحله. بس كده، ما عملتش اي حاجه تانية. يعني البيض اتغلى واتسلق في 5 دقايق، مش مده طويله، لكن منقوع من بالليل في الالوان الحلوه اللي احنا عملناها دي. والالوان الحلوه دي قبل ما نعملها غليناها وسبناها تبرد علشان نحط فيها وننقع فيها البيض من قبل ما يتسلق كان اتلون زي ما وريته لكم في المقطع اللي فات. دلوقتي بعد ما اتسلق وتلون، لكن بصراحة اللون الاخضر ده لقيته خضار البقدونس مش قد كده، فحطيت عليه نقطة صغيرة جدا من اللون الاخضر الغذائي اللي بستخدمه في الحلويات. مع بقى الحلبة عطت اللون الاصفر الجميل ده، او اللون الفستقي. اما البنجر ادانا لون بامبا جميل قوي. قشر البصل، الكركم ادانا اللون الاصفر. قشر البصل ادانا اللون البرتقاني الغامق ده او البني المحمر. اما الشاي فبيدي لون بني او كاكاوي، يعني صريح كده، مش ما فيهوش حمار او حاجه. يعني هما انا حطاهم لكم قريبين من بعض اهو عشان تشوفوا الفرق. يا رب الافكار اللي قدمتها لكم النهارده تكون عجبتكم. لونوا البيض وقولوا لي رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.